السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة في أوضة العيال برضو كالعادة. عايزة اقول لكم أوضة العيال دي عشان اعملها بكون مفضية نفسي من كل حاجة ورايا. طبعا أنا يعني بروقها الترويق العادي اليومي بتاع كل يوم، انما بقى لو هغير السراير وهروق الادراج وكده فده بيكون يوم لوحدها، يعني يوم كده لوحدها ببقى عاملاه. المهم انا جايه ايه، اروق. ماشي، انا جايه ايه، ببتدي طبعا بالسرير اللي فوق الاول. زي ما انتوا عارفين اوضه العيال عباره عن دورين سرير، فانا ايه فبطلع اروق اللي فوق الاول وامسك السلم كده بتاعها من فوق لتحت. المهم وانا جايه ايه هبتدي من عشان المسافه، بصوا بين الدرج وبعضه مسافه كبيره يعني عشان الادراج كبيره وكده. بسم الله. طبعا كل عيل عامل له درج، الدرج الاخير اللي هو الصغنون ده بتاع براء. فانا جايه بقى عشان هبتدي ايه، جبت بقى الفوطه ومستعديه بقى كده ايه ان انا ايه هبتدي امسح. ببص كده لقيت فيه فتافيت، لو انتوا واخدين بالكم في فتافيت حاجات اهو. طب ايه ده، جبس مثلا من البتاع اللي فوق دي؟ مش عارفه. فطبعا قعدت بقى اقول يا ولاد الايه، قطعتوا كسرتوا السقف وبتلعبوا بيه. قلت مثلا بيعملوه زي طباشير كده. فبفتح الدرج، طبعا ده درج براء يا جماعه. بصوا لقيت جواه ايه. عايزه اقول لكم الفتافيت دي اكتشفت ان هي صابون. الفتافيت دي صابون، الصابون اللي بيفيض البرو اللي بيفيض ده. بياخدها وبيعملها عشان يقول لي عشان الله اعلم بقى نيته ايه، بيحط اللي بيفتتها كده زي ما انتم شايفين تبقى منظر. انا مش عارفه، هو طبعا في الحضانه فمش عارفه ايه السبب اللي هو ايه. جايب الصابون ده ومكسره فتافيت كده وحطه في قلب الدرج، يعمل ريحه مثلا في الدرج، ولا إيه كمنظر كده في الدرج منحكش، ولا ايه؟ فايه بقى محتويات الدرج ده بقى؟ انا لسه ايه اول مره اهو اشوف ايه بقى الحاجات دي. ماشي. طبعا ده شاحن باين، بصوا مكسر الصابون تقريبا بالشاحن ده ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده شاحن سخان كان بايظ وخده. دي بقى ايه دي؟ مقبض خشب او مقبض درج او مقبض حاجه معرفش، قديم وجايبه منين اصلا، مش من عندنا ده خالص، ده خشب جابه منين معرفش، وبيطلع عند جده فوق تقريبا كده بيجيب المستخبي عنده. دي اللعبة اللي هي المكعبات، الحاجات دي مطورها برضه اهو. ايه بقى الحاجات دي يا ابني؟ انا مش عارفة والله. علبة كريم فاضية برضه جايبة من عند جده فوق، فاضية اعتقد فاضية، مفيهاش حاجة، فاضية. دي ايه دي برضه؟ دي برضه كانت بتاعت شاحن، فكوا الشاحن وطلعوها منه. يعني بيحتفظ بالحاجات دي اللي انا مش عارفة. دي طبعا النحلة او الدبور بتاعته. ماشي، دي لعبة احنا عارفينها. الجوند بيستعد للشتاء بالجوند بتاعه. خشبة، بصوا الحاجات انت هتشوفوا العجب. خشبة، ايه بيعمل ايه برضو بالخشبة دي؟ انا مش عارفة. طبعا عمه نجار فبيروح عنده الورشة في الشارع عندنا فبيجيب من عنده الحاجات دي. الحاجات دي والله ما بشوفها. ساعة لعبة عادية كانت الميس مديها في الحضانة. فلوس، يا سلام، ده طلع ابني غني وانا ما اعرفش. لو اعرف معاه فلوس قد ايه واحنا اخر الشهر، مش كنت استلفت منه. المسدس ده كان جايبه في العيد، بصوا، واحتفظ بيه برضه، متكسر وبقى خردة ومحتفظ بيه. لا ده في حاجة غريبة بقى هنا، حاجة غريبة. بصوا، زلطة. زلطة، عارفين الزلط؟ زلطة. بس هي شكلها حلو شوية، فممكن تكون لفتت نظره، تكون في جوهرة ولا تكون حجر، الأحجار الكريمة اللي بيقولوا عليها دي ولا حاجة. مفاتيح قفل، الخزنة بتاعته. تاني ساعة برضو قديمة، دي كانت بتاعت باباه.
عربية ماشي عارفينها، دبابة مكسرة برضو، دبدوب، بصوا دي فاكرينها اللعبة دي، كرة النطيطة دي اللي كانت تبقى بأستك كده ونقعد ننطط بيها، دي كان احمد جايبها له وهو جاي من المدرسة. ودي ايدي برضو والله ما اعرف، دي سلسلة، حتة سلسلة اهو. ايه دي بقى محتفظ بقى، دي بيعمل بيها ايه انا مش عارفة. ايه دي برضو مش عارفة بيرفع بيها اثقال ولا عاملها ميكروفون ولا ايه، مش عارفة، معرفش دي بتاعت ايه اصلا وجايبها منين، والله ما اعرف، انا ما اعرفش الحاجات دي كلها جايبها منين، الحاجات الخردة دي. الحمد لله. وقعت. في هنا برضو يا خلاصي يهودي. ده ايه ده، ده بتاع ايه ده، المهم ده زهر. يا سلام، بصوا ده تين صلصال شايله في المنديل، قال ايه عشان ما ينشفش، منديل يا براء، طب شيله في كيس يا بابا. ده ايه ده كمان، ده سكوتر، ده سكوتر. عايزه اقول لكم الحبه اللي انا واقفاهم دول ظهري وجعني، الله المستعان. عشان بس ايه، شوفوا قد ايه بروق في الدرج بتاع الاستاذ براء بس. امال باقي الادراج بقى، ده درج الاستاذ زكريا، والله شكلها هلاقي فيه بدع برضو هنا، وبرضو تين صلصال، وده خيط برضو، ده خيط ايه ده كمان، خيط. ودي النحلة، طب ده يعني منظم شوية 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 لحد ما. وده درج الأستاذ أحمد برضو منظم يعني، لا منظم بصراحة. صفارة والتاب بتاعه، وبرضو تين صلصال، مش عارفة في ايه في التين الصلصال ده، البتاعة دي بتاعت النادي الأهلي والحصالة، وحاجات كده من جوه برضو. بصوا حاطط بطرمان، ده ايه ده، اه خد ازازة الشاور. طب والنبي انت عسل يا دي يا احمد يا ابني، عايزة اجيبها، ثواني هجيبها البتاع اللي جوه دي، شوف محتوياتها ايه. بصوا وانا جيت اجيبها لقيتها كلها حوارات، حوارات يعني. طبعا ده البلي بالزمامير بتاعته دي، معرفش هقول الزمامير ليه، وطبلة وسبحة وكوتشينة ايه دي، ايوه عايزة اعرف دي محتوياتها ايه. مسدس برضو، انت شايف حاجة، علبة نضارة وحاجات كده من جوه. وكانت ازازة الشاور خدها وعملها قصها، والله جرب. استنى اما ارجع كل حاجة زي ما كان. يانا الساعة بتاعته، كل حاجة زي ما كانت. ده منظم، ده مش محتاج ترتيب. هنخش على قض درج كريم ومحمد، حاطين حاجتهم مع بعضيهم، مكركب، دول عيال مبهدلة اساسا، دول عايزين يتنظموا لوحدهم، هينظموا حياتهم ازاي انا مش عارفة. كله ده طبعا كريم ومحمد عشان ما شاء الله في تانية اعدادي كبروا خلاص ولا لعب ولا كلام فاضي من الادراج اللي فوق دي. الله المستعان بقى، الله المستعان. مع الدرج ده نضفه بقى ونشوف بقى ايه دنيتنا.
يلا متنسوش بقى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيش انا بقى حياتي مع الأوضة دي.